السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام الشيخ نايف الدويشة الجربة مجلس عزاء الروح المرحوم الشيخ حميد إدهام العاصي الجربة، شيخ مشايخ شمر في سوريا وشيخ الجزيرة، وحضر العزاء عدد من شيوخ ووجهاء المنطقة، وحضر عزاء من الوسط والجنوب وشمال العراق، فرحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته. واليوم أنا قمت بتغطية كاملة مجلس العزاء المقام في ناحية ربيع. كونوا معنا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذا نقف عند تعريف الموت بأنه ابتلاء، إلا أن ذهب بعض العلماء إلى تعريف آخر فقالوا موت الثقة هي أهم من الموت نفسه، أو أكثر فاجعة من الموت نفسه. طبعا رحيل الشيخ حميد إدهام الجربة أبو فارس رحمة الله عليه هز الوجدان الشمري، والكل بالنيابة عن نفسه يقدم التعزية لنفسه في هذا الرجل اللي يعتبر قامة من قامات شمر والمحمد. إلا أن نبشر المجتمع بشكل عام برغم هزة الوجدان، إلا أن أرحام المواقف هي من تلد الرجال أكثر من ولادة النساء للرجال. فهذا الموقف الجلل حدث في أكثر من مناسبة. راح مطلق وقالوا الناس أنه في رحيل مطلق واخذت شمر، وجاء خلف من بعده أزود منه وراح فارس وقالوا الناس واخذنا، وجاء من بعده أزود منه وراح بنية وراح عصفوق وراح فرحان وراح فارس وراح فارس الآخر وراح عبد الكريم وكل وعجيل. فكل القامات اللي من محمد تبنت مواقع القيادة والريادة موتهم يكون فاجعة، إلا أن المواقف لأرحامها كلام آخر تنجب رجال في لحظة الموقف. وبهذه المناسبة نحب أن نطمئن الجميع أنه المواقف ستفرز رجالات قد لا تكون ظاهرة على الساحة، لكن الموقف يفرض وجوده. وأحسن الله عزاء الجميع ولرحمة الله أبو فارس، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي عيال حميد إدهام الهادي وجميع العواصي بفقيدنا اليوم العم حميد إدهام الهادي. أكو رجال تخسرهم عوائلهم، أكو رجال تخسرهم عشائرهم، ولكن فقيدنا اليوم خسرته منطقة وخسرته العروبة، وهو شيخ الإنسانية وخسرته جميع الإنسانية. له مواقف مع أخواننا المسيحيين وله مواقف مع كرفان اليزيدية
وله مواقف مع قبائل أجحيش وطي وكل العشائر. اليوم فقدنا قامة من قامات العرب، ونعزي الربع كلهم بالجانب السوري، ونشكر الأخ نايف على هذه المبادرة الطيبة لأن جمع كل الوجهاء الموجودين بمنطقة ربيعة وكل ربعنا، والله يجزاكم بالخير، وإن شاء الله تكون خاتمة الأحزان ونرجى الخلف بالعيال إنهم يسدون الفراغ ويملؤون الفراغ، وجزاكم الله ألف خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وكل نفس ذائقة الموت. الحمد لله على كل حال. حقيقة الشيخ حميد إدهام العاصي رحمه الله، ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، خسارة على أهل العراق والشام. حقيقة هذا الرجل له تاريخ كبير وواسع. حقيقة هذا الرجل استطاع أن يحمي جزء كبير من الوطن العربي كشخص بقبيلته والقبائل المجاورة له. هذا الشخص أنا في يوم من الأيام التقيت به، قال أنا بالنسبة لشمري أثنى عليه، أنت الشمر وأنت شمر. قام رجل أحد شيوخ العشائر الموجودة قال لا، ما نقبل تقول الشمر، هذا الرجل الجميع العشائر، فهذا شيء نعتز ونفتخر به. حقيقة هذا الرجل إذا أكو هناك من يدعي الإمارة كثير منه، إذا أكو بهذا العصر أمير فهو حميد إدهام العاصي. بهذا العصر هو الأمير اللي استطاع. بال 2018 أرسل علي وزرته، استقبلوني بالحدود، قال أنا حملت البندقية لأجل السلام، أنا ما حملت البندقية أقاتل أحد، ولكن حملت البندقية لندافع عن أرضنا وعرضنا وكرامتنا، ولا نسمح أن أحد يدنس أرضنا بأي سبب من الأسباب. فهذا الرجل حقيقة خسارة عظمى على الوطن العربي بصورة عامة. نسأل الله له الرحمة والمغفرة ويسكن فسيح جناته. خالد مد الله الحلبوس الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. بماذا نبدأ لوصف هذا العملاق، عملاق الجزيرة الشيخ أبو فارس رحمه الله؟ لا تستطيع الكلمات أن نقول بحق هذا الرجل العملاق، الرجل الكريم، الرجل الشجاع، الرجل الذكي، السياسي العملاق، راعى الجزيرة واللي حمى منطقة الجزيرة بأفعاله الصحيحة. والله أنا لا أستطيع أن أتكلم عن هذا الشخص. بماذا نوصفه؟ إذا الشجاعة فهو الشجاعة، إذا الكرم فهو الكرم، إذا المرجلة فهو المرجلة، إذا البيت فهو ابن تام الهادي من زعماء شمر. ولكن نقول أن الجربان مهما ذهب منهم وتوفى سيكون الراية إلى شخص آخر يحملها ويكمل المشوار الذي بدأه أبو فارس. بس أبو فارس إن شاء الله يعوض من بيته العريق، بيت إدهام الهادي. ولكن هذا الرجل أنا أقول كلمة بحقه، أننا لا نستطيع أن نوصف شخص آخر يستطيع أن يحمل الرسالة اللي حملها هذا الرجل. فإذا كان بالسياسة فهو عملاق السياسة، وإذا كان بالمرجلة فهو عملاق المرجلة، وإذا كان بالكرم. فلكن أقول كلمة أخيرة، أن هذا الرجل لا يوصف بكلمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا هذا اليوم مجلس عزاء المقام على روح المرحوم الفقيد الشيخ حميد إدهام الهادي الجربة أبو فارس في ناحية ربيعة، والذي أقامه الشيخ نايف الممدوح الدويش أبو محسن. نسأل الله للفقيد الرحمة والغفران، وأن يسكنه فسيح الجنان، وأن يلهم أهله وعشيرته وذويه وقبيلته الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. الشيخ راكان محمد صالح الحمود، شيخ عشيرة أبو خطاب قبيلة جبور. حضرنا مجلس عزاء اليوم المقام على روح المرحوم الشيخ حميد إدهام الجربة رحمه الله. فالشيخ حميد إدهام هو أحد رموز العرب، لا تنعه شمر فقط،
بل تنعاه القبائل العربية بأجمعها، والقبائل الكردية وكل عربي، فهو رمز للإنسانية وللعروبة. حقيقة رحيل الشيخ خسارة للمجتمع الإنساني والمجتمع العربي بالأخص، فهو أحد الرموز العربية، هذا النجم الذي أفل عن سماء العرب. فنسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة، وأن ينزله الله المنزل الحسنة. فباسم قبائل أجبور وباسم قبيلة أبو سالم مجبور نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى عمامنا قبيلة شمر وإلى أسرة الجربة الكريمة، وحضرنا اليوم لمواساة عمامنا قبيلة شمر وعائلة الجربان. فباسم زقيف خاصة نتقدم باسم التعازي وأحر المواساة إلى عشيرة وقبائل شمر عامة، ونشكر عمامنا الدويش بإقامة هذا المجلس العزاء الذي حضرته كل وجميع رموز العرب، فنسأل له الرحمة والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا اليوم إلى مجلس عزاء الشيخ المرحوم حميدي أدهام الجربة رحمه الله، الذي يعتبر هو فقيد لكل اسم عربي أينما كان في الوطن العربي. هذا الرجل الأسطورة الذي أثبتت له المواقف والأفعال قبل أن يكون شخصا عاديا، رجل شهد له التاريخ وشهدت له المواقف العربية الأصيلة، فهو رجل أسطورة بمعنى الكلمة، رجل التاريخ، رجل الدين، رجل المعرفة، ورجل القيادة. قاد وحافظ وناضل وجاهد من أجل الحفاظ على اسم العروبة والعرب في البادية العربية السورية. نحن اليوم نحضر مجلس العزاء هذا الذي أقامه الشيخ نايف الدويش جزاه الله خير، وهذا هو عزاء لنا جميعا، وهو فقيد للأمة وليس فقيد إلى شخص. ومن هنا نوجه عزاءنا أولا إلى عائلة العواصي وإلى الجربان بصورة خاصة، وإلى كل القبائل العربية الأصيلة التي تعتز بهذا الاسم وهذا الرمز وهذا الفخر. نسأل الله أن يتقبله برحمته الواسعة، ونسأل الله أن يجعل من يخلفه أن يسير على خطاه وعلى منهجه وعلى طريقته، وأن يتقبله بواسع رحمته، ولا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. حنا أول شيء نعزي أنفسنا ونعزي شمر ونعزي الجربان بوفاة أبو فارس الله يرحمه، عسى الله يرحمه برحمته. وأبو فارس يعني فقيده. وطبعا بهذه المناسبة أنا أشكر الأخ نايف الممدوح الدويش يعني على هذا العزاء، ولمنا وجمعنا هنا بهالمكان هذا، ويستاهل أبو فارس، لأنه قبل اليوم سوى عزاء لعمنا أبو نايف الله يرحمه يوم توفى. فحنا فقدناه، يعني فقدنا أبو نايف وفقدنا أبو فارس، عسى الله يرحمهم، والحمد لله بسلامة ما خلفوا إن شاء الله، بسلامة ما خلفوا، والحمد لله سدوا المكان إن شاء الله بإذن الله، وعسى الله يرحمهم برحمته إن شاء الله، عسى الله يرحمهم برحمته. أبو محسن قبل شوي قصدت القصيدة والربع زاعد يبون النوب بعيدة. اي بالله، وعسى الله يرحم الشيخ ان شاء الله. ومن رخصة الجميع، ترى من رجلي ما اقدر والله، ما اقدر اظل واقف. اقول بالامس رثيت الذيب الحمر زي زوم الجهام، بالامس رثيت الذيب الحمر زي زوم الجهام، زعيم شمر بالشرق الوسط عمومي، مطلع اللي صادر حكمه اعدام، يا فرحتك لا صار وقت اللزومي. ابو حواس محسن العزير الله يرحمه. ورثيت مدلول الوفا درع وحزام، شيخ الجزيرة يا بعيد علومي، نمشي باسمه لا تحاشتنا الايام، من البصرة الزاخو اسمه محشومي، مدلول المطلق ابو نايف الفرح. ورثيت منه دوم تبتيها الايام، زحزيح ما هاب الخطر وزحومي، ولد علي ممدوح لا
ولد علي ممدوح الضيم ما نام سجل لها التاريخ. قوية عزومي ممدوح الدويش أبو نايف. ألف رحمة على قبره. واليوم نرسخ وشاها. يقول عبر التواصل شفت منشور الأخبار عم الخبر من ديره لديره، الحزن خيم عم بكل الأديار على الزعيم الشمري والذخيرة. تبكي عليك الدار يا ضلع سنجار أو تبتيك شمر كلها والجزيرة. يا الهيل على البتاع يا وافى الأشبار اللي شهر صيته اسناد العشيرة. يا الهيل على البتاع يا وافى الأشبار اللي شهر صيته اسناد العشيرة. ملجأ الضعيف اللي باع الوقت اندار يوم الامور المعضله والعسيره. ودلال خدمه وزحت عن سنى النار تبكي على شيخ السطر والمسيره. ودلال خدمه وزحت عن سنى النار تبكي على شيخ السطر والمسيره. الابلج اللي دوم للعظم كسار زيزوم شمر والطنايه تشيره. الابلج اللي دوم للعظم كسار زيزوم شمر والطنايه تشيره. الابلج اللي دوم للعظم كسار زيزوم شمر والطنايه تشيره. غايد محنك للمهمات مغوار عسى الخرم مثله يجينا بشيره. غايد محنك للمهمات مغوار عسى الخرم مثله يجينا بشيره. حامى دياره وحامى ديار وديار مثل الجبل شامخ ايهابه نظيره. يتلون خوشاها صواريم محرار غلب اسطام الموت في كل ديره. يتلون خوشاها صواريم محرار غلب اسطام الموت في كل ديره. شربت المرين اخات الثار اهل النقا اهل الوفاء اهل غيره. وبس عليك يا الموت ليه والصار تاخذ الحيد اللي علومه سفيره. وبس عليك يا الموت وليه والصار تاخذ الحيد اللي علومه سفيره. خذيت خوشاها خذيت خوشاها زعام الاشرار خذيت خوشاها زعام الاشرار. كل اشبار الطايله لو قصيره يا لونها بالهوش تفدون واعمار شمر العين الشيخ سيوف شطيره. يا لونها بالهوش يفدون واعمار شمر العين الشيخ الشوف شطيره. عساه بالفردوس مع سيد الابرار بجنه نعيم الخلد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكري وتقديري للشيخ نايف الممدوح العلي الدويش على هالجمعة المباركة الخيرة في هذا اليوم بمناسبة فاتحة عمنا الله يرحمه المرحوم حميد دهام شيخ الشيوخ رحمه الله. أبا المواقف الذي لا تنسى. وأقول يا أبو فارس جيناك من الموصل مطالب. يا ابو فارس يما جيناك من الموصل مطالب. كنا نجدك يا شوق وضاح على نياب وانت التوفي بكل المطالب. كنك هديب الشام بالحمل عتاب وجدتك العربان ما بتكاذب. تنخاك للطيبات وانت ابو المواقف شيخ الصخه منطي طويلات الارقاب. وكم واحد جاكم ملزما منصاب وفرجت همه من كبار المواجيب. عز الله انك طيب وتفعل الطيب والطيب يجي منك يا زكيه. وفي هذه اللحظه اتذكر اخي وصديق العمر وصديق الطفوله ممدوح العلي الدويش الف رحمه على روحه. واقول الله عوينك يا عشير الخطاطير يلي يمينك الحلالك تلافي. انت الجمل ولا الباجي مخاليل يلي ظلالك على ربعك دوم ضافي. اطلب المعبود والرب اللي يدومي هو لي الروح والدنيا بلاها. يحميلي نايف الدايم قدومي الكرم والطيب والفرسه حواها. مثل مزنه ذار اللي هبت نسومي يهلي بالخطار اللي اقلط عشاها. شرتي عليك يا ربي ما به علومي تجعل مكان ابوه وتحفظه وانت ادرى بمحشاها. رحمه والدك. جزاك الله خير ابو خالد. يشهد علي الله هذه قبل ما اركب السياره واعذروني عاد. جزاك الله خير. اقول حميدي يبي عز العروبه وشمر. حميدي يبي عز العروبه وشمر.
مشهود له يوم انتخى لنصرة الدين شيخ الجزيرة، احتزم ما تذمر، حر تزمل رام واسدل جناحين نوماس راس، ومن قديم تومر سلطان ساطي من سلالة سلاطين، صدره وطن للملتجى والمهجر، صدره وطن للملتجي والمهجر. وعندي على قولي شهود وبراهين الموت حق وعلى الخلايق مومر، الموت حق وعلى الخلايق مومر، قضى وقدر وحنا بالاقدار راضين، الامر امره نصطبر من تكدر، الموت حق ونتبع الشرع والدين، ما مات من خلف حراير انشمر بالمسقرة، والحمد لله شواهين وسلامتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء أعزيكم وأعزي شمر بمرحومنا الله يرحمه وتجاوز عنه الشيخ حميدي أدهام، هذا فقيد أهل شمر والكل القبايل، هذا سيف وعلم من إعلام شمر وما ترثيه كل القصايد، وش ما نقول بهم قصرين بحقه. ونشكر الشيخ نايف الممدوح وما هي غريبة عليه، خلايف ممدوح الدويش وخلايف الدويش عساه دوما على الطيب مقدام، وعسى الله يحفظكم يا شمر وأعزيكم كلكم، ما أعزي شخص واحد. واسمحوا لي أقول لي هلا 3 أبيات. أقول مرحوم يا شيخ ما له مثيل، مرحوم يا شيخ ما له مثيل، من الكرم والجود ربي عطاك، حميدي خلايف دهام ذاك الأصيل، مرحوم يا ذيب الجزيرة وكل شمر تمناك، مرحوم يا ذيب الجزيرة وكل شمر تمناك، ما تنسي يا حميدي الجيل انبثر جيل، والحمد لله بقلوب الأجواد ذكراك. ما تنسي يا حميدي الجيل انبثر جيل، والحمد لله بقلوب الأجواد يا شيخ ذكراك. قلت وصلت ربي على النبي عد ما بان سهيل، وعداد ما يطري على البال، ما يطري على البال ذكراك. والف رحمة على شيوخنا والف رحمة على كل شيخ طيب مثله وشرواه. وارجع واقول الله يرحم والدينك يا ابو محسن يا الشيخ نايف الممدوح، هذه ترى ما يسوي غير الطيب اللي شوفته بعيده، العمامة والهله والكل طيب، وعسى الله يحفظكم واعذرونا من قصور يا شمر. السلام عليكم. معي المردة؟ السلام عليكم. ورحمة الله. سلام يا هلا.
قوة هلا تفضل ابو فايز. قال ابو يوسف العدد. نعم والله العظيم مثل ما وصفته. يعني من الحدود استقبلوني ربعه، ومن جيت الناس استقبلوا، ومن يعني وما حقق طموحه المنشود، يعني هو بالنسبه له طموح اكبر من الشيء هذا يعني. اكبر. ولكن ما قدر يعني اكو ظروف يعني ولا هو رجل طموح كبير. الله يرحمه. راح. السلام عليكم. شلونك؟ الله يطول عمرك، شلونك انت؟ الله يعافيك. خير، شلون الربع كله؟ شلون صحتك؟ شلون الربع كله؟ ترى ما اخذ حافظ على الدم واحتضن الناس واحتضن النساء والاطفال والرجال والعوائل المشرده. احتضن حميد الدهام وستر عليه، الله يستر عليه بقبره ويروح بالجنه ان شاء الله. طبعا الله يرحمه يقطع من الجربان من يجدها الباب تغاب واحد قام الاخر بديله. الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله ما تحلوا ان شاء الله طيبين، ما تحلوا ان شاء الله وبركه بها ان شاء الله. بارك في عمرك.